بلغني أيها الملك السعيد أنه لما تكلم السمك قلبت الصبية الطاجنة وخرجت من الموضع الذي جاءت منه والتحم الحائط. فعند ذلك قام الوزير وقال: هذا أمر لا يمكن إخفاؤه عن الملك. ثم إنه تقدم إلى الملك وأخبره بما جرى أمامه، فقال: لا بد أن أنظر بعيني. فأرسل إلى الصياد وأمره بأن يأتي ب4 سمكات مثل الأولى، وأمهله 3 أيام. فذهب الصياد إلى البركة وآتاه بالسمك في الحال، فأمر الملك أن يعطوه 400 دينار. ثم التفت الملك إلى الوزير وقال له: سو أنت السمك ها هنا أمامي. فقال الوزير: سمعا وطاعة. فأحضر الطاجن ورمى فيه السمك بعد أن نظفه ثم قلبه، وإذ بالحائط قد انشق وخرج منها عبد أسود كأنه ثور من الثيران أو من قوم عاد، وفي يده فرع من شجرة خضراء، وقد قال بكلام فصيح مزعج: يا سمك يا سمك، هل أنت على العهد القديم مقيم؟ فرفع السمك رأسه من الطاجن وقال: نعم نعم، وأنشد هذا البيت: إن عدت عدنا، وإن وفيت وفينا، وإن هجرت فإنا قد تكافينا. ثم أقبل العبد على الطاجن وقلبه بالفرع إلى أن صار فحما أسود. ثم ذهب العبد من حيث أتى. فلما غاب العبد عن أعينهم قال الملك: هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ولا بد أن هذا السمك له شأن عجيب. فأمر بإحضار الصياد، فلما حضر قال له: من أين هذا السمك؟ فقال له: من بركة بين 4 جبال وراء هذا الجبل الذي بظاهر مدينتك. فالتفت الملك إلى الصياد وقال له: وهذا مسيرة كم يوم؟ فقال له: يا مولانا السلطان، مسيرة نصف الساعة. فتعجب السلطان وأمر بخروج العسكر من وقته مع الصياد. فصار الصياد يلعن العفريت، وصاروا إلى أن طلعوا الجبل ونزلوا منه إلى البرية المتسعة، ولم يروها مدة أعمارهم. والسلطان وجميع العسكر يتعجبون من تلك البرية التي نظروها بين 4 جبال، والسمك فيها على 4 ألوان: الأحمر والأبيض والأصفر والأزرق. فوقف الملك متعجبا وقال للعسكر ولمن حضر: هل أحد منكم رأى هذه البركة من قبل؟ فقالوا كلهم: لا. فقال الملك: والله لا أدخل مدينتي ولا أجلس على تخت ملكي حتى أعرف حقيقة هذه البركة وسمكها. ثم أمر الناس بالنزول حول هذه الجبال فنزلوا. ثم دعا بالوزير، وكان وزيرا خبيرا عاقلا لبيبا عالما بالأمور. فلما حضر بين يديه قال له: إني أردت أن أعمل شيئا فأخبرك به، ذلك إنه خطر ببالي أن أنفرد بنفسي في هذه الليلة وأبحث عن خبر هذه البركة وسمكها. فاجلس على باب خيمتي وقل للأمراء والوزراء والحجاب: إن السلطان متشوش، وأمرني ألا آذن لأحد في الدخول عليه ولا تعلم أحد بقصدي. فلم يقدر الوزير على مخالفته. ثم إن الملك غير حالته وتقلد سيفه وانسل من بينهم، ومشى بقية ليله إلى الصباح، فلم يزل سائرا حتى اشتد عليه الحر فاستراح. ثم مشى بقية يومه وليلته الثانية إلى الصباح، فلاح له سواد من بعيد، ففرح وقال: لعلي أجد من يخبرني بقصة البركة وسمكها. فلما قرب من السواد وجده قصرا مبنيا بالحجارة السود مصفحا بالحديد، وأحد شقيه مفتوح والآخر مغلق. ففرح الملك ووقف على الباب ودق دقا لطيفا فلم يسمع جوابا، فدق ثانيا وثالثا فلم يسمع جوابا، فدق رابعا دقا مزعجا فلم يجبه أحد. فقال:
لا شك أنه خال، فشجع نفسه ودخل من باب القصر إلى دهليزه، ثم صرخ وقال: يا أهل القصر، يا أهل القصر، إني رجل غريب وعابر سبيل، هل عندكم شيء من الزاد؟ وأعاد القول ثانيا وثالثا فلم يسمع جوابا، فقوى قلبه وثبت نفسه ودخل من الدهليز إلى وسط القصر، فلم يجد فيه أحدا غير أنه مفروش، وفي وسطه فسقية عليه 4 سباع من الذهب الأحمر تلقي الماء من أفواهها كالدر والجواهر، وفي دائرته طيور، وعلى ذلك القصر شبكة تمنعه من الطلوع. فتعجب من ذلك وتأسف، حيث لم يرى فيه أحدا يستخبر منه عن تلك البركة والسمك والجبال والقصر. ثم جلس بين الأبواب يتفكر، وإذ هو بأنين من كبد حزين، فسمعه يترنم بهذا الشعر: لما خفيت ضنا ووجدي قد ظهر، والنوم من عيني تبدل بالسهر، ناديت وجدا قد تزايد بالفكر، يا وجد لا تبقى علي ولا تذر، ها مهجتي بين المشقة والخطر. فلما سمع السلطان ذلك الأنين نهض قائما وقصد جهته، فوجد سترا مسبولا على الأرض، فرفعه، فرأى خلف الستر شابا جالسا على سرير مرتفع عن الأرض مقدار ذراع، وهو شاب مليح بقد رجيح ولسان فصيح وجبين أزهر وخد أحمر وشامة على كرسي، وخده كترس من عنبر. وهنا أدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. بكرة قصة جديدة، تصبحوا على خير.